مساء الفل. طبعا المجلس الأعلى للإعلام يقرر إيقاف كابتن رضا عبد العال في برنامج البريمو، ويقرر إن هو يغرم برنامج البريمو 50,000 جنيه على القناة نفسها، طبعا 50,000 جنيه، وإيقاف كابتن رضا عبد العال لمدة 2 شهور وعدم الظهور في البرنامج. إيه اللي حصل وإيه اللي كان؟ هو ده اللي هقوله لك دلوقتي. ليه كابتن رضا عبد العال تم إيقافه؟ احنا طبعا عارفين ان كابتن رضا عبد العال بيطلع بيقول الحقيقة كاملة، ما بيضحكش على حد، ما بيشوهش، ما بيتكلمش كلام في الهوا، هو بيطلع يقول الحقيقة كاملة. كابتن رضا عبد العال في كل موقف بيطلع يقول الحق. لما النادي الاهلي كسب السوبر طلع قال ان هو نادي سيراميكا اتظلم في مباراة السوبر، طلع قال ان الكابتن علي ماهر اتظلم في المباراة ديت. كابتن رضا عبد العال قال ان نادي الزمالك اتظلم في المباراة ديت، والكلام ده طبعا اللي فوق ما بيحبوش. النادي الاهلي مش عايز اي حد يتكلم عليه، مش عايز اي حد يقول كلمة، نشوف الغلط ونسكته. بعد احترامي لشخصك انا ما اعرفكش بصراحة، بس انت طالع بتأيد اللي انا وقفت رضا عبد العال. طب لو انا وقفت نقاوي، انا ما بتحملش حد يجيب سيرتي. انت لسه بتحلم بالسوبر؟ يعني انت لسه بتفتكر ماتش سيراميكا بتحكي فيه لحد دلوقتي، بتحكي في ماتش الزمالك؟ يعني انت اتظلمت في ماتش الزمالك بأمارة اتظلمت. فكرني كده، يمكن ماشي انا نسيت. ايه، في لعبة مؤثرة، في لعبة كان عليها ضجة في المباراة؟ انا ما شفتش كده، ما شفت. كان بيطلع ناس يقول لك ده المذيع السبب. طب انا هقول لك ليه اسباب كابتن رضا عبد العال اللي انت بتقول ليه توقف. اولا بيهين لعيبة الاهلي، ثانيا بيغلط في الاستوديو مع اصحابه زي ما غلط في كابتن محمود ابو الدهب. ولا يرد عليه. الحاجه الثانيه يعني ماشي كابتن رضا يرد، لكن انت بتتكلم، انا بتكلم على لما بتتكلم. طبعا ما بتشوفش الكلام ده. زي ما كان بيغلط عندك في الكابتن طارق حامد في عز مجده معاك، زي ما كان طارق ده يمشي، طارق حامد ده ينعم. ده 6 مليون ازاي ده؟ 8 يا كوتش. 8 كمان؟ يا راجل انت حاجه مقرفه. عليا الطلاق بيت 3 بشوفه، الضغط بيعلى عليا في ثانيه، حصل ولا غلط؟ كان بيغلط كابتن ابراهيم صلاح في عز مجده معاك، لما ابراهيم صلاح دخل معاه مداخله وشتموا بعض. انت حد عاجبك اصلا؟ لا طبعا يا ابني، انت عقبال ما توصل للفكر اللي ابراهيم قدامك مثلا 100 سنه. هو انت كنت بتدرب ايه يا كابتن رضا؟ وانت مالك ادرب ولا ما ادربش؟ انت مالك؟ انت هتلاقي حد تدربه اصلا. ماشي، مش هدرب حد لان اصلا فكري ما يمشيش مع اللعيبه اللي زيك. انت كنت لسه بتقول اول امبارح باين المدربين كلهم هجاصين وانت اول واحد. طب ما كويس والله يا كابتن. مش مشكله هجاصين، ما هو كله بيهجص على كله. انت معترف وانت بتهجص في الملعب. يعني وانت بتهجص في الملعب انت بتتدارى يا ابني. ما عندكش حد ما يعرفش لا فنيا ولا مش فنيا، ده بيقعد يقطع في الناس ويخبط في الناس لانه بيتسلى، وبيجيبوا الناس بيجيبوه عشان يتسلى على الناس كلها، بس هو ده الموضوع. لا عاجبه ده ولا عاجبه ده ولا عاجبه ده. مين يا حبيبي؟ ما انت وطارق حامد، ما واحد يدافع والتاني يقابل. انا ما بلعبش مع طارق خالص اصلا، انا اللي كنت بلعب وبعد كده طارق لعب، ما بلعبش انا وطارق جنب بعض. مظبوط. وحضرتك مش مركز ومش متابع اصلا. طيب انا بشكرك. طبعا انتوا ما بتشوفوش الكلام ده، انتوا اي حاجه النادي الاهلي ده هوبس بحطه في جمله مفيده. طب انا قوي وما بتحمل حد يقدر يجيب سيرتي، يبقى انت خد نصيحه رضا عبد العال، لما ان شاء الله بعد الوقف بعد 2 شهور يا رب كانوا 2 تبقى ترجع وما تجيبش سيرتي. انت عارف ان انا مش بسكت، قاعد تشكك في زيزو اللي كنت من 2 بتقول احسن لاعب في مصر، دلوقتي زيزو ابو مش عارف كام مليون اللي بيرفع لكم. يا عم على قلبنا زي العسل، احنا عايزين يرفع علينا بس ان كله اوفر ليه بيسبب بهدف، احنا على قلبنا زي الفل. اهو حتى ما بيرفعش اوفر خالص، احنا مكانه في الملعب بيخلينا مبسوطين. وبتشكك نفس الامر ما كنت بشكك مع زيزو بالظبط، نفس الامر ما بتطلع تين كل اللعيبه. عمر جابر هندو عبد الله، يعني 2 ما بيعرفوش يباصوا، قول لي ميزتهم ايه؟ لا بيباصوا ولا بيدافعوا ولا بيهاجموا، بس لابسين تيشيرت نادي الزمالك. الاثنين اللي اسمه مسلوس واللي اسمه عمر جابر. وفي بقى سعيد هندو، ناصر ماهر هندو، حسام عبد المجيد هندو، كل اللعيبه دي انت طلعت في التلفزيون في نفس المحطه وغلطت فيهم، قلت حاسب الله ونعم الوكيل في اللعيبه دي، مش عايز اشوفها. وحسام عبد المجيد ده لازم يقعد، ده لازم يقعد، هو اللي مخسرك كل الماتشات اللي فاتت دي. انت بتلعبه ليه؟ بتجهزوه يعني عشان لما يمشي يبقى واقف على رجله؟ طب ما هو كده كده هيمشي، وانا من وجهه نظري ان يمشي، ومش هيمشي
لو هو قعد والله العظيم والله العظيم ما حد هيعبره، والله ما حد هيعبره. بس انتوا عمالين تنجموا فيه زي ما عملتوا السنه اللي فاتت في الراجل اللي هو اللي كان ضحك على جماهير الزمالك ده، برضه قعدتوا تلعبوه حلو وحش. انت يا عم مالك؟ انت مين عشان ليه تحبط اللعيبه او تقيمهم بالطريقه دي؟ ويجي تقيم لعيب تقول صفر؟ يا اخي اتقي ربنا. وتيجي اللعيب ما بيعملش اي حاجه تقول 10 او 9 او 8. ليه؟ ليه الحقد والغل ده؟ ليه عايز طول الوقت اسيطر ان انا اللي فاهم؟ ليه طول الوقت عايز اعمل ان انا اهين كل اللي حواليا واللي حواليا ما ياخدوش معاك اي اجراءات؟ طول الوقت الشخص ده عنده غل من ناحيه النادي الاهلي، مش عارف ازاي. يا جدع انت كلت عيش وملح في النادي الاهلي. في يوم كان النادي ده بيصرف عليك، في يوم كان النادي ده